وبفضل حضراتكم العملاقة بهذا الشكل الجديد الحديث للغاية. شيء نفخر به كمصريين أن نقدم هذه الاستوديوهات الراقية الرائعة، وسيواكبها بمشيئة الرحمن خلال الفترة القادمة أمور أخرى كثيرة حديثة، منها كاميرات على أعلى مستوى ستغطي كل الأحداث في كل المحافظات، وأيضا سيكون هناك أيضا SNG على الهواء مباشرة من مختلف الملاعب، وخدمة متميزة للغاية حتى نرضي مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة مودرن سبورت. لازم أوجه شكر كبير جدا لأصدقائي الأعزاء المهندس محمد الأمين والدكتور وليد دعبس على المجهود العظيم، كمان الأصدقاء الأعزاء أيمن سالم ووليد العسوي، وكل الأصدقاء اللي موجودين في قناة مودرن سبورت على الاهتمام الكبير اللي أدوا بيه هذا العمل بمنتهى الإخلاص، علشان نحافظ دائما على تميز هذه القناة التي ولدت عملاقة بفضل حضراتكم، ونتمنى يا رب بإذن الله نفضل عند حسن ظنكم. مفيش كلام أن هناك مجهودات كثيرة في كل الاتجاهات، في الإضاءة الأستاذ محمد العبد، في الديكورات المهندس أيمن، في كل المجالات الحقيقة هناك جهود كبيرة جدا، ربما لا يسعنا الوقت. إبراهيم علي أكيد في الإنتاج والكثير والكثير، ربما مش عايز أشغل حضراتكم بأسماء كثيرة، ولكن في النهاية هي أسرة مودرن سبورت اللي بتحاول إن هي تقدم لحضراتكم كل شيء جديد حتى نظل دائما في عيونكم كما عهدتمونا. النهاردة كمان هنسحب القرعة بتاعة 3000 جنيه. سبحانك يا رب، جالنا أكتر من 960 مكالمة على المباراتين الشهيرتين، الزمالك والجونة، طلائع الجيش والنادي الأهلي، واختلفت الآراء هنا وهناك. تخيلوا من ال900 وشوية دول 5 بس اللي قالوا المباراتين تعادل، 5 فقط لا غير. علشان كده هم فرغوا أسمائهم بره عشان يجهزوا نفسهم في الجزء الثاني هنسحب مين الكسبان. من حسن الطالع ان فيهم ابن حضر الدبش. ابن حضر الدبش النهارده واحد من ال5 اللي قالوا المباراتين تعادل يا عمو في التليفون. ال5: السيد المغربي، احمد سمير، اسامه حضر الدبش، جوده سعيد، عبد الفتاح حامد. دول 5. في الجزء الثاني هنسحب 3 من ال5، كل واحد هيكون له 1000 جنيه هيقبضها بمشيئة الرحمن يوم الخميس في الحصاد.